طيب مبدئيا كده اي حاجة هتتقال دلوقتي هي في اطار الخيال والدراما، يعني المعلومات اللي هتتقال عن تلبس الجن وتجسد الجن هتكون من قبيل النظرية، واي حاجة هتخالف قناعاتك فده مجرد نظرية هدفها تسليتك. انا راجل مسلم وموحد بالله وغير مؤمن باي حاجة في وسط الخيال ده بتتعارض مع الدين او الايمان. حتى لما هنتكلم عن دلهاب الشيطان هنتكلم عن دلهاب اللي في مسلسل كفر دلهاب، مش هنتكلم عنه كشيطان في الحقيقة ولا هنذكر مصادر تانية لاصله. النهاردة بما اننا هنبني قصة جديدة كاملة بتربط بين صابر المداح وبين دلهاب، فالنظرية بتقول اننا هنعتبر الحلقة دي هي الموسم السادس الجاي والاخير من المداح. بس في الاول اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس علشان تشوف حلقات تانية في المستقبل ان شاء الله. ويلا بينا نبدأ. لو لخصنا بشكل سريع الحاجات المهمة اللي من كفر دلهاب هتكون بتتمحور حوالين شهاب جلال الدين، طفل اللي ابوه وامه اتقتلوا على ايد عمه ومرات عمه، لان عمه ومرات عمه كانوا طمعانين في ورث ابوه. طبعا شهاب كان مستهدف يتقتل هو كمان، ولكنه نجا وهرب وشاف امه وهي بتتقتل وهو بيهرب. شهاب لما هرب اتربى عند ساحرة اسمها رواية علمته السحر، وكمان هو اتعلم الطب واتنقل بين اكتر من قرية، ولكنه منسيش مشهد موت امه وفضل عنده نية الانتقام لحد ما بيدخل قرية كفر دلهاب، قرية اللي كان فيها امه وابوه، وبيدخل القرية تحت اسم الطبيب سعد، وبيقرر يصنع لعنة مزيفة في القرية عن طريق استغلال حادثة اتقتلت فيها بنت اسمها ريحانة، علشان اهل الكفر كلهم يصدقوا ان حق البنت هو السبب في اللعنة، فيزرع الايمان ده جوه الناس. فبدأ يعمل بقى حيل باشباح مزيفة وخدع بصرية، وبعدها بيتفق مع اخته هند اللي متربية عند عمه انهم يجيبوا حق امهم من عمه ومرات عمه، وبيصارحها ان هو شهاب اخوها، وهي بتكمل معاه في تمثيلية اللعنة دي وانها ممسوسة. شهاب بشخصية سعد اكتسب سمعة طيبة عند الناس انه عالم وطبيب، وبقى الشك فيه مستبعد. شهاب مع الوقت بيبقى تسبب في موت ناس كتير غير عمه ومرات عمه، وزرع ايمان عند الناس بالسحر اكتر واكتر، وانتقامه كان اكبر بكتير من مجرد اخدان حق، بل كانت ثورة مش متناسبة مع حجم الاذى اللي حصل له. وبنكتشف انه عشان يحقق الانتقام المبالغ فيه ده انه اتحد مع الشيطان وباع له روحه علشان بس يساعده ويلهمه افكار ينتقم بيها من غير سحر وخوارق. وفي النهاية شهاب بيصارح هند اخته بكل ده، وهي بتتبعه رغم انها عرفت ان هو متحد بشيطان وبتكمل معاه. وهنا النظرية بتقول ان لما شهاب كانت متملكاه غريزة الانتقام ودخل قرية كفر دلهاب كان ناوي ينتقم من عمه ومرات عمه بس مش اكتر من كده، وبدون فوضى ولا خسائر تانية وبدون خطة كمان، ولكن بسبب انه تربية ساحرة كان استهداف مميز للشيطان اللي ساكن في بحيرة القرية وهو دلهاب. النظرية بتقول ان دلهاب ظهر له وعرض عليه ينتقم انتقام اكبر واشر عن طريق انه يلهمه بس المكر والخديعة والحيل والعلم، مش بيساعده بقوة خارقة ولا مرعبة، انما هيخلي شهاب يحس بقيمته وبنفسه اكتر لانه هينفذ كل حاجة بايده مش باستخدام نار ولا خوارق. فبيوافق شهاب وبيقرر يبيع روحه لدلهاب، ودي كانت استراتيجية دلهاب انه يخلي حليفه ينفذ كل حاجة بايده وهو بس يديله مفاتيح الشر، وبالتالي الانسان هيبيع له روحه وهيحس بلذة الانتقام والشر، ومش هيحس انه مجبر ولا هيحس حتى انه بينتقم بمجهود غيره. فاصبح انتقام شهاب بيفتح الباب لسلسلة لا متناهية من الانتقامات، وكلها انتقامات بتنحرف من مجرد رد الشر بنفس مقدار الشر لدرجة تانية من الشر المطلق صاحبه بيستمتع بيه. فهنا ما بقاش فيه وجود للعدل، بقت غابة وفوضى وعدم رضا وعدم ايمان، وكل واحد طمعان في تحقيق نسبة شر اكبر من الشر اللي اتعرض له. بعد حوالي 200 سنة بنشوف صابر المداح، الشاب اللي اتولد عنده هبات خارقة وقدرات وطاقات مميزة حتى الجن عايزها. دم صابر مميز جدا وعنده القدرة على فتح بوابات وتحرير كيانات من العالم الاخر، وابو صابر كان بيشتغل في السحر، ولما عرف هبات صابر وقدراته كان بيستغلها استغلال خاطئ، وبيستغل صابر في السحر وهو صغير. ولما كبر صابر ابوه تاب، وصابر بدأ يستغل قدراته استخدام صالح، وبدأ يعالج الممسوسين ويرقيهم، وكمان بدأ يشتغل في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، لحد ما في فترة بينتكس صابر وبيطمع في الدنيا ويشتغل في السحر هو كمان. فترة كده ولما ابوه بيموت بيرجع صابر يقرر يتوب ويحرق كتب السحر بتاعت ابوه اللي اتعلم منها كل حاجة، وده بيفتح له باب لعنة كبير، وبيبدأ يطارده شياطين وجن على مدار سنين، وفي كل مرة بيكون متسخر له جندي يرشده او دليل بيوجهه للسلاح اللي هيواجههم بيه، ولكن برضه طاقته وقدراته كانت بالغلط بتفتح بوابات تحرر بيها كيانات جديدة. ولو انتقلنا هنا لشهاب، فالنظرية بتقول ان شهاب لما باع روحه لدلهاب، دلهاب تلبس بيه وعاش في جسمه بدون اي انفصال ما بينهم، ودلهاب لما كان بيحب يتكلم كان بيتكلم على لسان شهاب زي المشهد الاخير في المسلسل كده. اما هند لما اتبعت شهاب اخوها اللي بيتبع دلهاب كان ليها وظيفة مختلفة، وهي ان هيئتها البشرية استخدمتها مليكة، وهي واحدة من الجن اللي كانوا بيحاربوا صابر المداح. مليكة من 200 سنة اخدت هيئة وشكل هند وبقت تتجسد فيها، ولكن مش عايشة في جسمها. ولما كانت مليكة بتتجسد في نسخة من جسم هند في مكان تاني، كانت هند بيجيلها حالات من الشرود والسرحان وساعات الاغماء لو طال استخدام مليكة للجسم، وده كان بيحزن شهاب بس ما كانش بيقدر يتكلم لان دلهاب عايش في جسمه. والنظرية الخيالية
ركز، بتقول ان نتيجة العهد اللي اخدته هند واللي اخده شهاب عاشوا بالعمر الطويل ده لحد ما عصروا المداح في وقتنا الحالي، لانهم بيكونوا اصحاء جدا، ولكن هم مش ضد الموت ومش مخلدين. ركز في النقطة دي. ولكن برضو النظرية بتقول ان لما كانت مليكة بتتحبس في عالم المداح لانها اتحبست مرتين واتغضب عليها بسبب سوء تصرفها، ده كان بيزود الضرر والضعف على جسم هند الحقيقي المقتبس منه هيئة مليكة البشرية. وكان شهاب بيعرف كالعادة كم الألم والضعف اللي بتتعرض ليه هند بسببه، ويتألم هو كمان. وتجسد مليكة في هيئة هند اللي لسه عايشة ده كان في حالة تانية شبيهة بيه في عالم المداح برضه، وهو الجن اللي كان بيساعد صابر وكان واخد جسم عماد جوز أخت صابر ومتجسد فيه. والنظرية بتقول إنه علشان خير مش شرير اختار جسم عماد، لأن عماد كان مات، علشان ما يكونش اختار جسم شخص عايش فيتأذى ويتألم بسببه. أما مثلا في حالات زي شخصية هايم وهند بنت الأحمر وسميح الجلاد كان تجسدهم في شكل بشر، كان نوع تاني من تجسد في شكل إنسان بشري مخصوص ليهم، ولكن مش إنسان حقيقي حي وموجود في مكان تاني، ولا حتى ميت، ولا حتى تلبس بإنسان تاني وعايشين جوه جسمه. يعني ما تقدرش تقول إنه لحم ودم حقيقي. وبما إن صابر المداح كان مغناطيس للشياطين، دلهاب بعد 200 سنة من الحروب اللي بيخوضها بأسلوبه الواقعي القايم على المكر والخديعة والواقعية وزرع الفتنة وحصاد الشر بإيدين ضحاياه، وبوسوسته بدون سحر وماورائيات، وكل ده في جسم شهاب، قرر إنه يستهدف صابر المداح ويعيد سيناريو كفر دلهاب من تاني، فيدمر قرية صابر بناسها ويوقعهم فيه ويدمر سمعته ويلبسه أخطاء مش بتاعته. والصراع المرة دي كان شكله من بره بسيط وما فيهوش كمان سلاح صابر بيدور عليه علشان ينتصر بيه، انما كانت من قدرات صابر هو انه يشوف رؤى ورسائل من الماضي ومن الحاضر في اماكن مختلفة هو ما حضرهاش، وده كان المرشد بتاعه في المرة دي. صابر شاف قصة دلهاب من البداية وقصة الكفر وقصة شهاب اللي عمل نفسه سعد واتحد مع دلهاب، وباتحاده مع دلهاب زود له قدراته، ومشيت خطة دلهاب في كل خطوة يخطيها صابر، بحيث ان في كل مكان يخطيه صابر يحصل مصيبة ويلبسها، واحد يموت، واحد مربوط ومضروب، بضاعة مسروقة وموجودة عنده، كتب سحر في بيته، قضايا متهم فيها، بنات بيرموا بلاهم عليه، يعني جرعة مضاعفة من التشويه اللي كان بيحصل على مدى المواسم اللي فاتت. اصبح بيتقال عنه مشعوذ وقاتل وحرامي وبتاع ستات وباع مبادئه. والمشكلة ان مساحة التصديق هنا بقت تزيد، لان مفيش مكان كان بيهرب له صابر ويقعد فيه الا وكان بيحصل فيه كلام بيثبت اللي كان بيتقال عنه في المكان اللي قبله. لما بيشوف القصة كاملة بتاعة دلهاب بيعرف ان المفتاح هو هند اخت شهاب، خصوصا انه اتقابل مع مليكة اللي متجسدة في شكلها وانتصر عليها مرتين. بيوصل صابر لهند بعد معاناة، ولما بيقول لها انه عارف قصة دلهاب وقصة مليكة وقابلها، هند بتعلن ثورتها على كل الاذى اللي بتتعرض له، لانها كانت بتتعرض لاذى كتير مع كل عقاب بتتعرض له مليكة في العالم بتاعها. فبتقرر هند انها تتحالف مع صابر وتبيع شهاب اخوه، وبالتالي هي هتحكي القصة للناس وتشهد ان كل اللي بيتقال هو من تدبير دلهاب وشهاب اخوها اللي متحد معاه. ولما بتقرر هند تتوب وبيعرف كل ده دلهاب وبيشوف انها خانت العهد بيقتلها، ودي كانت النقطة الفاصلة اللي بتخلي شهاب يتمرد على دلهاب اللي ساكن في جسمه. وطبعا ما كانش فيه اي حل لتنفيذ التمرد ده واضعاف دلهاب غير قتل شهاب لنفسه، فبالتالي يخرج دلهاب من جسمه ويرجع البحيرة بتاعته. وبالفعل بيعمل كده شهاب وهو ناوي التوبة قبل ما يموت نفسه، وبالتالي بيكون صابر انتصر للمرة السادسة. ولكن بيجي شخص جاهل شبعان من الكلام اللي اتزرع في البلد عن صابر وبيقتل صابر من ظهره، ويموت صابر لان اللعنة اللي تسبب فيها دلهاب ما انتهتش بانتهاء دلهاب، لانها كانت لعنة مصنوعة بواقعية مش بسحر بيزول بزوال المسبب. وبتكون النهاية على قد ما هي مأساوية على قد ما هي واقعية ومنصفة. صابر قدام نفسه وقدام اللي بيثقوا فيه هو ما ارتكبش اي حاجة من اللي بتتقال عنه، وميت مؤمن وموحد ومنتصر كمان في كل معاركه، ولكن هيفضل عليه اللغط والاشاعات طول عمره. نظرية كده على الهامش حبيت اقولها كترقيع لفكرة ظهور ماجد المصري في دور سميح الجلاد في اخر حلقة، وبعدها في الموسم اللي بعده استلم فتحي عبد الوهاب الشخصية. النظرية بتقول ان قزح او سميح الجلاد ظهر في شكل ماجد المصري في اول لقاء له مع صابر وسحر عينيه من بعدها، بحيث انه لما يغير شكله لفتحي عبد الوهاب صابر ما يستغربش ولا يلاحظ فرق بين الهيئتين البشريتين دول. وقزح او سميح الجلاد عمل كده كنوع من استعراض القوة. الحلقة دي كمان ممكن تنضم لبلاي ليست تانية مع النظرية بتقول، وهي سلسلة اردم. وسلسلة اردم بتكون معتمدة على نسخ جديدة مختلفة تمام الاختلاف عن الفيلم او المسلسل الاصلي اللي فات او اللي هيتعمل لسه في المستقبل. واعتقد اننا عملنا نسخة جديدة غير الموسم اللي هينزل في رمضان الجاي ان شاء الله، واكيد هتكون مختلفة عنه تماما، واكيد هتكون افضل منه الحمد لله. وبالمناسبة السلسلة اسمها اردم لاننا بنردم على اللي فات او اللي جاي وبنعمل اللي في دماغي وبس. في النهاية لو عجبتك قصة الموسم الاخير من المداح وربطها بكفر دلهاب اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس وشوف الحلقات اللي فاتت. ولو حابب تصمم فيديو اعلاني بالذكاء الاصطناعي لشغلك تقدر تتواصل معايا من حساباتي الشخصية او رقم الشغل او بيج الشغل، كلهم برضو في الوصف، لسه عاملهم جديد عشان القدام اتقفلوا. سلام.